أحيا منتدى قلدان الثقافي بمديرية تريم مساء يوم الخميس الذكرى العشرين لرحيل الشاعر الكبير عوض بن أحمد باسنبل في فعالية ثقافية وفنية أقيمت في بيت أولاد الفقيد بمنطقة الخليف تريم بالتعاون مع أسرة الفقيد وبحضور عدد من المهتمين بالتراث والشعر الشعبي وفن الدان الحضرمي. المزيد من التفاصيل نتابع وإياكم التقرير التالي. أحيا منتدى قلدان الثقافي بمدينة تريم مساء يوم الخميس 20 من شهر جماد الآخر لعام 1447 هجرية الموافق 11 من شهر ديسمبر لعام 2025 ميلادية الذكرى 20 لرحيل الشاعر الكبير عوض بن أحمد باسنبل في فعالية ثقافية وفنية أقيمت في بيت أولاد الفقيد بمنطقة الخليف بتريم بالتعاون مع أسرة الفقيد وبحضور عدد من المهتمين بالتراث والشعر الشعبي وفن الدان الحضرمي. وافتتحت الفعالية بقراءة وختم القرآن الكريم على روح الفقيد، أعقبها كلمة رئيس منتدى قلدان الثقافي الأستاذ أنيس عبد الرحمن بالسعد، التي تناول فيها مناقب الشاعر الراحل ودوره البارز في تأسيس فرقة الحصير للدان الحضرمي في السبعينات من القرن الماضي وخدمة فن الدان الحضرمي والحفاظ على أصالته، مؤكدا أهمية تخليد رموز الإبداع الشعبي، ومهنئا جميع منتسبي الدان الحضرمي إدراج ملف الدان الحضرمي ضمن القائمة العالمية للتراث غير المادي في اليونسكو. كما ألقيت كلمة أسرة الفقيد ألقاها نيابة عنهم الأستاذ سعيد كرامة باسنبل، عبر فيها عن شكر الأسرة للمنتدى ولكل من أسهم في إحياء هذه الذكرى، مستعرضا الجوانب الإنسانية والإبداعية في حياة الشاعر الراحل. وتضمنت الفعالية كلمة مدير مكتب الثقافة الأستاذ عبد الله سعيد بن حميدان، الذي أشاد بإسهامات الفقيد في المشهد الثقافي الحضرمي ودور هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالتراث المحلي. تلتها قصيدة مرثاة للشاعر عوض باشعيب. كما ألقى الأخ وود برك بالسعد كلمة نيابة عن فرقة الحصير التي كانت ملتقى للشعراء وحضانة لهم في ممارسة الدان الحضرمي. ثم قدم الباحث عمر باسلمة من مدينة الشحر كلمة تناول فيها اللفتة الجميلة التي تخللتها جلسة التأبين والذكرى. ثم بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي استعرض محطات مهمة من حياة الشاعر عوض أحمد باسنبل وإسهاماته في خدمة الدان الحضرمي. وفي لفتة وفاء وتقدير قدمت أسرة الفقيد درعا تذكاريا لإدارة منتدى قلدان الثقافي بتريم تقديرا لجهودهم المبذولة في إقامة وتنظيم الذكرى 20 وما قدموه من عمل ثقافي وتوثيقي أسهم في إحياء سيرة الشاعر الراحل والحفاظ على إرثه الفني لأجيال قادمة. وشهدت الفعالية جانبا إنشاديا حيث قدم المنشد الحادي عبد الرحمن هود بحرمي قصيدة إنشادية نالت استحسان الحضور، عقبها جلسة دان حضرمي شارك فيها عدد من الشعراء والمنشدين. غنى كل من المغني محمد علي بامليس والمغني أحمد سالم بريك حمادي والمغني صالح بكر السنقري والمغني عبد الله هادي بريك، وإلى جانبهم شارك الملقن والكاتب عبد الله باعوضان الشبير والأستاذ مبارك باخريصة. حضر الفعالية الأستاذ عبد الله بن حميدان مدير مكتب الثقافة بتريم والدكتور طلال سالمين بن منصور والأستاذ صالح أحمد العامري والفنان خميس سالم عليوة ومجموعة من زملاء ومحبي الفقيد. واختتمت الفعالية وسط أجواء من التفاعل والوفاء لذكرى شاعر ترك بصمة واضحة في وجدان الدان الحضرمي، مؤكدين أهمية مواصلة إحياء تراث الرواد وتعريف الأجيال الجديدة بإسهاماتهم الثقافية والفنية. سعيد جدا أن أحضر في هذه المناسبة وهذه الذكرى لرحيل الشاعر عوض باسنبل الذي أعطى الكثير لشعر الدان الحضرمي، لا سيما في فرقة الحصير، وهي الفرقة التي تعد من أوائل الفرق التي اختصت بفن الدان الحضرمي في زمن لم يكن هناك فرقة معطرة باسم معين، وبدافع الهواية وبدافع الحب لهذا الفن اجتمع مجموعة من كانوا في سن الشباب في ذلك الوقت وواصلوا في رسالتهم الفنية سنوات طويلة هو وزملائه، فحفظوا الدان الحضرمي وورثوا الدان الحضرمي إلى الجيل الحالي. رحم الله الشاعر عوض باسنبل رحمة الأبرار، وهذا الوفاء
من أصحابه وزملائه ورفقائه ومحبي الدان الحضرمي أن يجتمعوا اليوم للتذكير بمآثر هذا الشاعر وقراءة القرآن على روحه والذكر، وأيضا كما يقال أن الذكر للإنسان عمر ثاني. فأتمنى ممن اجتمعوا اليوم ومن جهات الاختصاص منتدى قلدان أن يجمعوا وإن كان قليلا من شعر هذا الشاعر وينزلوه إلى الجمهور. شكرا جزيلا لكم. حقيقة سعداء اليوم لحضور هذه الفعالية التي تأتي تزامنا مع الذكرى العشرين لرحيل الشاعر القدير عوض أحمد باسنبل عليه رحمة الله، الذي كان له إسهامات كبيرة في مجال الدان الحضرمي، فهو من المساهمين في تأسيس الفرقة القديمة للدان الحضرمي بمدينة تريم، وكان شاعرا ذو عطاء جميل. شكرا الجزيل لأسرة الفقيد وكذا منتدى قلدان الثقافي بمدينة تريم على تنظيمه هذه الفعالية القيمة التي تأتي تذكيرا بمن قدمه شاعرنا القدير عليه رحمة الله من نتاجات شعرية خالدة أسهمت في تحريك الساكن الثقافي قديما في مديرية تريم في مجال الدان الحضرمي. وهنا نحب أن ننتهز فرصة لتهنئة الجميع باعتماد مؤخرا الدان الحضرمي ضمن قوائم التراث العالمي اللامادي من قبل منظمة اليونسكو التابعة للمتحدة في اجتماعها العشرين المنعقد أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، وهي حقيقة سعادة كبيرة تغمر الجميع هنا في حضرموت بتحقيق هذه الأمنية التي كنا نتمناها منذ زمن. فشكرا لجميع الجهود التي بذلت في إحياء هذا الفن الجميل، ولا ننسى هنا أن نترحم على شاعرنا القدير عليه رحمة الله في هذه الذكرى العشرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرصة أن نلتقي هذه الليلة في هذا المكان المبارك الذي تخرج منه عدد من الشعراء والأدباء والمثقفون لنحيي هذه الذكرى العشرين لوفاة الشاعر الجميل عوض بن أحمد باسنبل. هذا الشاعر المقل في إنتاجه إنما غزير في معانيه، وفرصة أن تتزامن هذا اللقاء مع إدراج الدان الحضرمي ضمن التراث الثقافي المادي التي أقرته منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم. وإذا أردنا نتحدث عن عوض باسنبل يطول الكلام، يطول كثير يعني، فهو شخصية متكاملة من كل النواحي، يتقن الدان ويرتبه بشكل مطلوب ولا يدعه يخرج عن إطاره. وبذلك أننا سعداء الليلة أن نحيي ذكرى العشرون ونترحم عليه، ونرجو أن الله يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسونا وليك رفيقا. عندي بيتين كذا شوية يعني بالذكرى، يعني قلت الدان بعدك يا عوض ما قد تعوض، الدان بعدك يا عوض ما قد تعوض، الدان بعدك يا عوض ما قد تعوض، يا السنبلي للدان ما غيرك أبد سلطان، كلمة بحق بقولها خل من تغيظ، ما همني عيضة ولا عايض ولا عضان، من مملكة أهل السلاء أنت المفوض، تستاهل التفويض لأنك فارس الإتقان، ما حد قدر يملي مكانك من تعرض ولا أظن يقدر ولو في قادم الأزمان، اسكن قرير العين في حيتك مريض، من منهجك نشرب ومعنا منتدى بلدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.